تخيل لو درع الأرض اتخرم، أشعة قاتلة من الشمس هتدخل مباشرة وتوصل لينا. ده مش فيلم خيال علمي، ده خطر اسمه ثقب الأوزون. الأرض حوالين منها غلاف جو بيحميها، ومن أهم طبقاته طبقة رفيعة جدا اسمها الأوزون. الطبقة دي بتشتغل زي درع طبيعي واقي للأرض، بتمنع الأشعة فوق البنفسجية القاتلة من الشمس إنها توصل لينا. لكن في السبعينات العلماء اكتشفوا إن الطبقة دي بدأت تتآكل، خصوصا فوق القطب الجنوبي، وظهر فيها ثقب. والمتهم الأول الغازات الصناعية، واللي اسمها الكلوروفلوروكربونات، واللي كانت بتستخدم في التكييفات والتلاجات وبخاخات الرش. الخطر فعلا رهيب. لو ثقب الأوزون ده كبر، فالأشعة اللي بتوصل لينا هتزود نسب سرطان الجلد، وهتأثر على العيون وتسبب عمى، وكمان هتأذي النباتات والكائنات البحرية اللي هي أساس السلسلة الغذائية. لكن في خبر يطمن. سنة 1987 اتفق العالم كله على بروتوكول مونتريال، واللي قلل من استخدام الغازات دي بشكل كبير جدا. ومن وقتها العلماء لاحظوا ان طبقة الأوزون بدأت تلتئم تدريجيا. يعني بالرغم من اننا كنا على حافة كارثة، لكن التعاون العالمي أنقذ الكوكب من خطر كان ممكن يقلب حياتنا كلها. ولو عايز تعرف أكتر عن الكوارث اللي هددت الأرض وإزاي أنقذنا نفسنا منها، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، علشان كل معلومة وحكاية تفتح لك باب جديد للفهم.